تحكم على راسك بناء على اهداف ديالك ماشي على الناس. بمعنى خور ما تقارنش راسك. في هذا الوقت هذا مع بانت السوشيال ميديا ولينا عايشين في عالم صغير، وديما غتبقى كتعرف الناس احسن منك في داكشي اللي كدير. الكارير ديالك غيبقى ديما كيبان لك عيان، غتبغي ديما يكونوا عندك صحاب احسن من اللي عندك دابا. غتحس براسك ما كتعرف دير والو. راه واخا تولي وزير في كندا غتلقى بلي كاين واحد في حالك قدر يولي رئيس ديال الميريكان. شحال هادي في الاصل وفي الطبيعه ديالنا الناس ما كانوش في حال هكا. كنتي كتلقى الناس عايشين في جروبات صغار، وإلا كنتي كتعرف دير حاجه وحده غادي تلقى الناس كيشكروا في الخدمه ديالك وغتلقاك فرحان وعاجبك. ماشي في حال هذا الوقت اللي تقدر تعيش في حياتك كامله وعمرك تسمع شي كلمه زوينه على داكشي اللي كدير. فهنا علاش خاصك تبدا تصالح مع هذا الجانب من حياتك، واللي هو راه ما غتقدرش تفوت الناس وغيبقاو ديما ناس احسن منك. فما عندها حتى معنى انك تدخل الانستغرام وتعصب وتحبط حيت واحد خور مسافر لشي بلاصه اخرى. ولكن اللي خاصنا نردوا ليه البال واللي خاصنا نهضروا عليه هو ما تطيحش في الخطا اللي كيديروه شي وحدين وتقول وصافي هانيه وما تبقاش مسوق كاع. راه خاصك ما تقارنش راسك مع الناس، ولكن خاصك تقارن راسك مع داكشي اللي عندك لداخل في راسك. واش انت ولا انت باغي تبقى عايش في حال هكا؟ راه بالعكس، عدم الرضا على السيتياسيون والوضعيه اللي راك فيها هادشي هو اللي كيخليك تكون قادر انك تفيق وتتحرك وتبدل حياتك. اللي مهم هو ما تحطش الهدف ديالك هو انك توصل لواحد الانسان. بقى متضارب غير مع راسك وصافي. فكر في داكشي اللي باغي توصل له ويرضيك انت ولا انت وطمح ليه. وفي نفس الوقت ما تثقش في راسك بزاف وتحيد الحدود كاع. دير اهداف واقعيه اللي يقدر انسان عادي يحققهم. ونخرج شويه على الموضوع، وبغيت غير نقول لك باللي الا كنتي كتقارن راسك مع الناس راه السبب الحقيقي ديال هادشي هو حيت ما عندكش هدف اللي تلها فيه. فديك الغريزه ديال المنافسه كتبدا تخدم عندك. وما تفهمنيش غلط، المنافسه ما فيها حتى شي عيب، بالعكس مزيانه. المشكله هو ملي كتبقى غير كتشوف الناس بلا ما دير شي حاجه، يعني بلا ما تنوض تنافس. هنا فين كطيح في الخطا ديال المقارنه. اما الا انت من الصباح وانت ولا انت داير في بالك بلي راك باغي توصل لواحد الهدف عندك، فين غيبقى ليك الوقت باش تقارن راسك؟ دير داكشي اللي كيعني ليك شي حاجه. هذه هي الطريق ديال السعاده. الناس العاديين الا سولتيهم شنو باغي دير غتلقى عندهم بزاف ديال الاجوبه. باغي يبدا لي كوميرس، باغي يبدا اليوتيوب، باغي يبدا هاديك لها راسو عامر بطون ديال المشاريع اللي باغي يبداهم. علاش؟ حيت كيركز على النتائج. الا كنتي انت ولا انت اللي كتسمعني دابا باغي الفلوس والحريه، فكون متاكد بلي راك ما غتلقاش الطريقه اللي غدوز منها باش توصل لهادشي. ما عمرك تفكر في النتائج اللي باغي تحققهم وتمشي تجري موراهم. فكر في داكشي اللي انت ولا انت مستعد انك تحمل المعاناه ديالهم. هذه هي الطريقه اللي غتعرف بها اش باغي فلوس. حيت تخيل معايا دابا انت ولا انت باغي تبدا يوتيوب حيت باغي الفلوس، فغنقولها لك من دابا ما غتكمل حتى شهرين وغتحبس. حيت اون فوا غتبدا تطلع معاك ديك التماره ديال اليوتيوب وديك المعاناه غتحبس. وما تغركش ديك الفكره ديال انك راك يعجبك يوتيوب اذا راك ما غتحبش. وهذه هي الفكره اللي باغي نوصلها ليك من الصباح. انك كتعجبك شي حاجه ما كيعنيش انك الا خدمتي فيها راه غتجيب لك السعاده. راه انا اللي كنهضر معاك دابا كيعجبني يوتيوب، كيعجبوني الكتوبه وكيعجبني نصنع الفيديوهات، ولكن واش في نظرك كيعجبني نبقى خدام حتى ل 8 سوايع دقه واحده غير باش نقدر نصايب فيديو واحد؟ واش في نظرك كيعجبني نخلي الحياه والقصاير والصحاب ونجلس نصايب فيديو؟ لا. ولكن حيت هادشي كيعني لي واحد الحاجه فانا مستعد نضحي على ودو. هاد الضحي سطر عليها وعقل عليها مزيان. فمره الجايه ملي تبغي تبدا شي مشروع شي حاجه سول راسك واش هادشي كيعني لي شي حاجه، واش انا مستعد نضحي بكل شيء على ودو. حيت غنقولها لك من دابا وعقل على هاد الهضره حياتك كامله. الشغف ديالك هو الحاجه اللي غتقدر تصبر على المعاناه ديالها. وديك الهضره ديال دير داكشي اللي كيعجبك راه ما كاينش. ما عمرك غدير شي حاجه كتعجبك وغتدخل منها الفلوس. ديما الحاجه ملي كتولي خدمه ما كتبقاش زوينه.